السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست 11-11. المنتخب المغربي تأهل الربع النهائي ديال كأس أفريقيا 2025. واش هذا الفوز كان مستحق؟ واش الأداء كان في المستوى؟ هادشي اللي غنشوفوه إن شاء الله في هذه الحلقة هذه. ولكن قبل ما نهضروا على اللقاء ديال المنتخب المغربي أمام المنتخب التنزاني، نرجعوا للمقابلات ديال اليوم أمس اللي شهدوا التأهل ديال المنتخب السنغالي أمام المنتخب السوداني. المنتخب السوداني اللي استطاع أنه يخلق مشاكل للسنغال في الشوط الأول، خصوصا النصف الأول ديال الشوط الأول، ولكن السنغال بفضل الحنكة والتجربة ديال اللاعبين ديالها استطاعوا أنهم يرجعوا في اللقاء ويضمنوا الفوز لأهلهم لملاقاة المنتخب المالي. منتخب مالي اللي كما توقعنا فاز على منتخب تونس. صراحة تونس ضيعت الفوز يوم أمس، خصوصا أن المنتخب المالي خاض أطوار اللقاء أغلبية ديال أطوار اللقاء ب10 لاعبين بعد تدخل يعني خاشن للغاية من طرف اللاعب المالي، ولكن تونس ضيعت الفوز مع العلم أنهم سجلوا هدف الدقيقة 90 كنظن، ومن بعد المنتخب المالي رجع في اللقاء في النتيجة 2 ل 3 دقائق من بعد عن طريق ضربة جزاء اللي كانت مستحقة. فاللقاء مشى حتى الأشواط الإضافية لضربات الجزاء، وهنا الحارس المالي تألق وصد 2 ركلات جزاء، والثالثة ديال المنتخب تونس ضيعها يعني ما كانش كادري. فبذلك المنتخب المالي كيتأهل حتى هو باش لدور الربع باش يلاقي المنتخب السنغالي، وغيكون لقاء يعني حماسي، وغيكون مستوى يعني كنظن عالي في هذا اللقاء هذا. فهادو كانوا هما اللقاءان ديال اليوم الامس. واليوم المنتخب المغربي فاز على منتخب تنزاني بنتيجه 1-0. الهدف كان من تسجيل ابراهيم دياز عن طريق محاولة عن مجهود فردي خلانا أننا نفسوا الصعداء ونتأهلوا لدور الربع النهائي يغلقوا فيه الفائز من مقابلة الكاميرون وجنوب أفريقيا. فبالرجوع للتشكيلة، الركراكي اختار أنه يدخل بنفس الخطة اللي دار في ماتش ديال زامبيا، وتقريبا نفس اللاعبين، اللهم دخول حكيمي كارسبي منذ البداية ما كانش شيبي، والتعويض الاضطراري ديال أوناحي باللاعب بلال الخنوس. وكنظن ان هذه كانت يعني قرار سليم، كان قرار سليم من الناخب الوطني، لانه on ne change pas une équipe qui gagne، خصوصا ان ربحنا بطريقه امام زامبيا. المشكل اللي لاحظناه في الاول ديال المقابله هو التوتر ديال اللاعبين، وواحد الحاله ديال الخوف كنظن راجع الضغط الجماهيري، الانتظارات ديال الجماهير المغربيه. الاشاره فقط في الجمهور اليوم كان رائع، اكثر من 60,000 عفوا متفرج لساندت المنتخب المغربي وما حبساتش طيله 90 دقيقه. بالرجوع الى الاداء، يعني انا بالنسبه لي مشكل ولا نقطه الضعف ديال المنتخب المغربي اللي بانت في هذا الماتش هو الدفاع. للاسف ثنائي قلب الدفاع ما كيطمئنوش. اجرد ماشي هو اجرد ديال الاشهر والسنوات الماضيه. ما كيعطيكش ديك لا سيرينيتي اللي كان كيعطيها شحال هادي فاش كيرولونسي، فاش كيدخل باش يريكوبيري لا بال. ماسينا كنحسوا به يعني كما كنقولوا رزين ولكن ثقيل، يعني امام مهاجمين صراحه كيلقى مشاكل وشفناها اليوم. كان غيتسبب في ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره لحسن الحظ ما تسيفلاتش. فهذا المشكل هذا ديال الدفاع خاصنا نلقاو ليه حل في اقرب وقت، لان امام منتخبات يعني المستوى ديالها اعلى من المستوى ديال المنتخب التنزاني نقدروا نلقاو مشاكل. نقطة الضوء بالنسبة لي كانت هي مجموعة ديال اللاعبين، من أبرزهم أنا بالنسبة لي العيناوي اللي كونفيرمي لو ستاتيو ديالو، يعني أنا بالنسبة لي كيضمن الرسمية ديالو في التشكيلة، لأنه لاعب اللي كتحس به يعني إلي أغريسيف مي أون ميم طون إلي بروبر في لو جو ديالو، ستادير كيمشي يشيرش ا ريكوبيري لا بال، كيقلب باش يرجع الكرة يعني بطريقة يعني بلا ما يدير خطأ. لا غولونس ديالو حتى هي نقية كما تنقولوا، فهذا ربح للمنتخب الوطني.
واش كنا محتاجين دوزيام كاسور يلعب اكوتي العيناوي؟ ما كنظنش في هذا اللقاء هذا امام منتخب، يعني منتخب تنزاني اللي كما ذكرت في الحلقه السابقه كيحتل المرتبه 112. ما نظنش واش كنحتاجوا دو ريكوبيراتور باش نلعبوا امام هذا الخصم هذا. لذلك انا بالنسبه لي العيناوي بوحدو معاه الصيباري والخنوس كان يعني احسن اختيار بالنسبه لوسط الميدان. نقطة الضوء بالنسبة لي الأخرى هي الخنوس، اللي كنا متخوفين أننا ما يكونش في نفس المستوى ديال أوناحي. أنا بالنسبة لي دار ماتش يعني محترم. كان يعني حاضر في اللقاء، سواء في لا ريكوبيراسيون، في لا رولونس دو بال، يعني الربط بين الخطوط بين الوسط والهجوم كان حاضر، عاون بزاف حكيمي ودياز في الجهة اليمنى. ونقطة ضوء أخرى هي الزلزولي، اللي كيبين بأن لا غنى عنه هذا في هذه الجهة اليسرى، لأنه بالسرعة ديالو بالتقنية ديالو قادر أنه يخلق لك دوك لي زوكازيون اللي كيجيبهم لاعب اللي مراوغ وسريع. وكنظن أنه كان مع الزلزولي لاعب بنفس القدرات الهجومية ديال حكيمي في الجهة اليسرى، كانت تكون هذيك الجهة حتى هي خطيرة. حكيمي بطبيعة الحال نحتاجوش نهضروا عليه. المنتخب بلا حكيمي ماشي هو المنتخب مع حكيمي. هو القائد، هو الدينامو ديال الفريق. انا بالنسبه لي هو القلب النابض ديال الفريق، لانه كتحس بانه لامبليكاسيون ديال الجوار. وعاد ما نهضروش على المردود التقني ديالو، سواء في الهجوم او في الدفاع. فربح كبير الرجوع ديالو في هذا الوقت هذه ديال كاس افريقيا. فإلا شفتوا الشوط الاول كما قلت لكم دخلنا متوترين. تنزانيا هجمات علينا في الدقائق الاولى وخلقوا محاوله خطيره. من بعد بدينا كنرجعوا في الماتش. درنا محاوله، كانت اللقطه ديال الكعبي واش فيها بينالتي ولا ما فيهاش، تناقش. ولكن على المجمل واخا كانت عندنا لا بوسيسيون، كانت عندنا الاستحواذ، كان عندنا الاستحواذ على الكره اكثر من 70% في خلال الشوط الاول. ولكن اللقاء من ناحيه هذا الشوط هذا من ناحيه يعني المحاولات كان متكافئ ما بين المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني. في الشوط الثاني حاولنا نكونوا اكثر سرعه، اكثر جرأه. بدا اللقاء بدا الشوط بواحد المحاوله ديال المنتخب التنزاني كانت خطيره للغايه. حسن الحظ كان تدخل ديال بونو والدفاع. من بعد جات المحاوله ديال الحكيمي عن طريق خطا، ضربه يعني خطا مباشر اللي صدمات بالعارضه. وموراها كانت اللقطه ديال الهدف، كان مجهود ديال الحكيمي اللي مرر الكره لدياز اللي استطاع غير المراوغه وتسديده انه يسجل الهدف الاول. كان خطا ديال الحارس اللي ما سدش، الحارس التنزاني اللي ما اطلقش الزاويه، والحمد لله سجلات الهدف اللي موراه تنزانيا حاولت تخرج باش تسجل التعادل. الحمد لله ما داروش شي محاولات خطيره. اللهم اللقطه اللي كانت تقدر تسبب في ضربه جزاء بعد التدخل ديال ماسينا على اللاعب ديال تنزانيا وسط مربع العمليات. فالحمد لله صل اللقاء بهدف صفر، الهدف اللي يمكننا والانتصار اللي يمكننا اننا ندوزو الدور الربع النهائي كما قلنا. فخلال الشوط الثاني كانوا تغييرات، دخول النصيري مكان الكعبي باش يعاون في الكرات الثابته في الكرات الراسيه ويدير يعني ضغط على الدفاع ديال المنتخب التنزاني. كذلك التغيير ديال صلاح الدين اللي دخل بلاصه مزراوي. ما عرفتش واش مزراوي واش اصابه ولا اعياء، مي الداخل الوطني هو اللي يقدر يفيدنا في هذا الشان. والدخول كذلك ديال بن صغير مكان الصيباري اللي كان يعني المستوى ديالو يعني جيد. انا كنشوفوا الصيباري اللي كنعرفوه في بيس في نهار اللي رجعناه الميليو تاعنا ما بقاش كيلعب اليه، وكان خاصو يخرج لانه كان خدا انذار، وكان يعني كان ضروري اننا ندخلوا شي واحد اللي غادي يعطي واحد الاضافه. للاسف بن صغير اختيار ديال بن صغير ما كانش موفق.
من صغير يعني أساسًا كان خاصو يكون الأساس ما كانش خاصو يكون في يعني في لا ليست ديال لي convoqués. مي هذا يعني موضوع آخر نقدروا نناقشوه في حلقة أخرى. مي أنا بالنسبة لي كان رحيمي كان خاصو يدخل، لأنه رحيمي كنعرفوا فاش تكون أنت رابح وكان خاصك تحافظ على النتيجة. كيعاونك يعني كيشد الكرة وكيحاول يعني يربح أخطاء وعلاش لا ضربات جزاء. فاختياري ديال صغير بالنسبة لي كان ما كانش في محله. واختيار الأخير هو التعويض ديال دياز اللي كيما شفنا يمكن تصاب، والتعويض ديالو بتيرغالي اللي جا باش يعاون يعني في لا ريكوبيراسيون ميليو دو تيران. وهادو يعني كانوا التغييرات اللي كتب عليهم الناخب الوطني. يعني الأخير الهدف وصلنا ليه اللي هو الفوز في هذه المقابلة، وباش نواجهوا إن شاء الله الفائز في كما قلنا الكاميرون وجنوب أفريقيا. هنيئا لنا هذا التأهل، ونتمنى أن الناخب الوطني يستخلص الدروس من هذه المقابلة ويصلح الأخطاء، لأن المقابلة ديال الربع النهائي أو المنافس اللي غنقابلو في الربع النهائي أكيد غادي يكون يعني المستوى ديالو أكثر وأعلى من المستوى ديال المنتخب التنزاني اللي لقينا معاه مشاكل في هذا اللقاء هذا. فشكرا على التتبع ديالكم، ما تبخلوش علينا بالكومونتير، والى الحلقه المقبله باذن الله.